السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى أن تكونوا بخير. نحن رجعنا تاني لتعليم اللغة الفصحى، يعني من لغة الفصحى يعني نتغير لغة الفصحى إلى اللغة العامية المصرية. طيب يلا نبدأ. هنا اللغة يعني مصرية، اللهجة المصرية، وهنا اللغة الفصحى، وهذا يعني هذه اللغة دي لغة إنجليزية. طيب نبدأ. ممكن أكلمك أو ممكن أتكلم معك يعني اثنان، واحد اثنين. دي لغتهم معناها هل يمكنني التحدث معك. دي لغة فصحى. وهنا may I speak to you، هكذا. ممكن أكلمك أو ممكن أتكلم معك. بعدين بتعمل ايه يعني ماذا تفعل. لغة فصحى. وهنا what are you doing. بعدين انت منين يعني من اين انت، او من اي البلد. انت من اي البلد. هنا where are you from. بعدين ممكن تعلمني عربي أو تقدر تعلمني عربي أو تعرف تعلمني العربي، هكذا. واحد اثنين ثلاثة. دي معناهما واحد، يعني هل يمكنك أن تعلمني اللغة العربية؟ هل يمكنك أن تعلمني اللغة العربية، يعني can you teach me Arabic. ده. بعدين مفروض تكون عارف كده، يعني أتكلم معكم قليلا، يعني في اللهجة المصرية هم يستخدمون يعني كسرة في كثير لفظ، في كثير كلمة، يعني هم يعني اسمه دي يعني يعملون كثير لفظ فيهم كسرة كثير، يعني في اللهجة المصرية فقط. يعني اللهجة المصرية يعني في اللغة العامية. مثلا أنت مفروض كيف حالك أنت، لكن هم يتكلمون أو هم يعني ينطقون كيف حالك أنت، هكذا يتكلم أنت عامل إيه. مثلا أنت هم يتكلمون في اللهجة المصرية يعني أنت كثير مكان. بعدين هنا مفروض تكون كده مفروض تكون عارف كده، او برضو بعض الناس يتكلم مفروض تكون عارف كده، لكن يعني مشهور كده تكون. بعدين هنا اللغة الفصحى يجب أن تعرف ذلك، يعني you should know it. بعدين تعرف ترد، هكذا. تعرف ترد يعني can you answer this، هكذا. تعرف ترد. وهنا اللغة الفصحى هل يمكنك الإجابة، يعني can you answer this. بعدين رايح فين يعني اللغة الفصحى إلى أين تذهب، يعني where are you going. إلى أين تذهب where are you going. وهنا رايح فين اللهجة المصرية. طيب هتجي معنا يعني هنا أنا تكلمت جيم في مصريون، بعض المصريون يستخدمون جيم يعني جيم، وجيم يعني غين، هكذا. طيب لو نستخدم جيم نتكلم هتجي معنا، أو لو نستخدم غين يعني هتجي معنا، هكذا. يعني هل ستذهب معنا، يعني هل أنت ستذهب معنا، هكذا. will you go with us، هكذا. طيب لازم تمشي حاليا. وهنا اللغة الفصحى يجب أن تذهب فورا. وهنا you must go at once. بعدين تعرف تعوم
هم يتكلمون تعوم. تعوم يعني سباحة. مثلا لو حد يسألك أي شخص تعرف تعوم، يعني أنت تستطيع، يعني هنا موجود في اللغة الفصحى هل تستطيع أن تعرف سباحة، يعني هل أنت تستطيع أن تعرف سباحة، هكذا يعني can you swim، ده لغة إنجليزية. طيب فصحى، لغة فصحى هل أنت، أو مثلا هل تستطيع، لأن في تستطيع يعني اسمه دي يعني ضمير مستتر هو اسمه أنت كده موجود. طيب هل تستطيع أن تعرف السباحة، يعني can you swim، وهنا تعرف تعوم اللهجة المصرية. طيب أنت فاضي بالليل، أنت فاضي بالليل، أو عندك وقت في الليل، عندك وقت في الليل، يعني اثنان، ده اتنين. هنا معناهما هل لديك وقت الليل، هل لديك في وقت الليل ليلة، أو هكذا وقت الليلة. مثلا do you have time tonight، دي اللغة الإنجليزية. وهنا هل لديك وقت في الليل، هكذا الأشياء، أو في الليلة. وهناك أنت فاضي بالليل، ده اللغة عامية مصرية. أنت فاضي بالليل، أو عندك وقت في الليل. بعدين شايفني تخين، شايفني تخين يعني do you think I am fat، ده اللغة الإنجليزية. وهنا اللغة الفصحى هل تظن أني سمين. هنا سمين، سمين يعني سمين في اللغة، سمين يعني fat يعني سمين، لكن في اللهجة المصرية سمين هم يستخدمون تخين كده، تا فتحة تخين. شايفني تخين يعني أنت يعني تشوفني أنا، يعني برضو يعني هم يستخدمون ضخمة تخين، هكذا الأشياء. لكن سمين في اللغة الفصحى هل تظن أني سمين، يعني شايفني تخين، هكذا. وهناك do you think I am fat. بعدين شايفك عندك حق، شايفك عندك حق، هم يتكلمون شايفك عندك حق. ها يعني قاف يعني همزة، أو قاف يعني غين، هكذا. شايفك عندك حق يعني أعتقد إنك محق، أعتقد إنك محق، يعني I think you are right، I think you are right، هكذا أعتقد أنك محق. وهنا اللهجة المصرية شايفك عندك حق. بعدين أنا فاهم قصدك، مفروض هنا قصدك قاف يعني همزة أو للهجة المصرية. طيب هنا لو نستخدم يتكلم، نحن نتكلم أنا فاهم قصدك، أنا فاهم قصدك. لو نحن اسمه دي نستخدمون يعني قاف يعني غين، نتكلم أنا فاهم قصدك، أنا فاهم قصدك، أو أنا فاهم قصدك. وهنا اسمه دي في اللغة الفصحى أعرف ما تقصد، أعرف يعني أنا أعرف ما تقصد، يعني I know what you mean. بعدين عايزني أطلب لك أوبر، عايزني أطلب لك أوبر يعني أوبر، عايزني أطلب لك أوبر، هكذا الأشياء في اللهجة المصرية. وهنا اسمها دي اللغة الفصحى هل يمكنني أن أطلب لك السيارة أوبر، هل يمكنني أن أطلب لك سيارة أوبر، يعني can I order an Uber for you، يعني can I order an Uber for you، هكذا. في اللهجة المصرية عايزني أطلب لك أوبر. وفصحى هل يمكنني أن أطلب لك سيارة أوبر. بعدين عندك دقيقة على التليفون، عندك دقيقة على التليفون، لكن هنا دقيقة مصريون يستخدمون اللهجة المصرية يستخدمون أو تستخدمون عندك دقيقة، عندك دقيقة على التليفون، هم يستخدمون كده عندك دقيقة على التليفون، أو عندك دقيقة على التليفون، هكذا هم يستخدمون. بعض المرة هم يكتبون على هكذا في هكذا الطريقة، وبعض الوقت هم يعني اسمه دي يكتب هكذا الطريقة، يعني دي الطريقة، هذه الطريقة دي. طيب عندك دقيقة، يعني عندك دقيقة على التليفون مفروض، لكن هم يستخدمون قاف يعني همزة أو همزة يعني أو غين. لو نستخدمون غين نتكلم عندك دقيقة على التليفون، وهنا عندك دقيقة على التليفون، هكذا. ولو نستخدم نتكلم عندك دقيقة على التليفون،
أو عندك دقيقة على التليفون هكذا نفسه. وهنا في اللغة الفصحى هل لديك دقيقة على الهاتف؟ هل لديك دقيقة على الهاتف؟ وهنا do you have a minute on the phone؟ بعدين اتفضل. اتفضل اتفضل ده اللهجة المصرية. تفضل تفضل يعني هنا please go ahead. وهنا أنا جاهز أروح، يلا أنا جاهز يعني أنا جاهز. يعني واحد هنا اثنان، اثنين لغة، اثنين يعني لبس كلمة. هنا أنا جاهز أروح، أنا جاهز. جيم يعني مصريون يستخدمون جيم يعني جيم أو جيم يعني غين. طيب لو نستخدم غين نتكلم أنا جاهز أروح، أنا جاهز أروح، أو يلا أنا جاهز. وهنا معناهما أنا مستعد للذهاب، أنا مستعد للذهاب يعني I am ready to go. طيب لو هنا نستخدم يعني جيم نتكلم أنا جاهز أروح، وهنا يلا أنا جاهز. هنا يستخدمون يلا يعني سوف نمشي أو سنمشي على هذه يعني على هذه يعني اعتبار على دي. يلا 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 أنا جاهز، يلا أنا جاهز يعني أوكي I am ready. طيب يا إخواني نحن انتهينا الفيديو اليوم، إن شاء الله سنلتقي في فيديو تاني الجديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.